السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من النهارده بقى ولا تسلقي ولا تحمري ولا تشوي ولا حاجة. جبتلك وصفة حلوة جدا للفراخ تطلع معاكي بالجمال ده، مشوية على النار من فوق. اقل من نص ساعة يكون الغدا بتاعك جاهز، وهنعمل تتبيلة حلوة جدا تقدري تحتفظي بيها في اي وقت للفراخ بتاعتنا. شايفين الجمال؟ تحفة بجد وما خدتش مننا وقت، وطعمها زي المشوية بالظبط. نقول بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل أعمالنا صالحة خالصة لوجهك الكريم، ولا تجعل الناس منها شيء ولا شيطان منها نصيب، وتقبل اللهم منا بقبول حسن. ولو اول مره تشوفي قناتي تشرفيني بالاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. لو عجبك الفيديو بقى متنسيش في اللايك والشير لاهلك واصحابك وحبايبك، وتعليقي الجميل اللي بيسعدني، ولو بحرف واحد بس عشان الفيديو يقدر يوصل وكوبيتي الصغير يكبر بيكم. يلا بينا نشوف مقاديرنا النهارده، وصفتنا السهله ازاي. يلا بينا. اول حاجه انا هجهز التوابل بتاعتي واحطها في برطمان كده عشان احتفظ بيها لاي وقت اعمل بقى تتبيله الفراخ اي حاجه. هجيب معلقه كبيره من الكاري او بهارات الفراخ، ومعلقه كبيره من 7 بهارات، ومعايا كمان معلقه الا ربع من الفلفل الاسمر، واحط معلقه كبيره من البابريكا. معلقه كده ما شاء الله مليانه كده حلو كده، البابريكا بتدي الفراخ لون حلو قوي. وهنزل كمان بنص معلقه من الجنزبيل البودر، ومعايا كمان ورق لورا مطحون نص معلقه مش مليانه، او معلقه صغيره، اعتبر معلقه صغيره. وحطيت على طرف المعلقه كده كوبيبه صيني، ومعايا كمان حبهان بودر، ربع معلقه برضو صغير من الحبهان البودر. وبصي بقى كمان لو عندك كمان خلطة الفراخ اللي بتيجي من عند العطار سايبة كده، بجيبها جميلة، بقول للعطار عايزة خلطة الفراخ المشوية بتدي نكهة حلوة. كمان لو موجودة معاكي حطي لك معلقة او معلقتين، بتبقى تحفة جدا. حطيت كمان ربع معلقة من الكزبرة الجافة، وابتدي ابقى اقلب مكوناتي دي كلها. يبقى حطيت الكاري و7 بهارات وكوبيبه صيني وكزبره وحبهان بودر وورق لورو وجنزبيل. وطبعا لو عندك البهارات اللي قلت لك عليها دي من عند العطار عايزه تحطيها حطيها، بتدي نكهه حلوه جدا. هبتدي بقى قلبت كده وابتدي احتفظ بيها طبعا في قلب البرطمان بتاعي. هجيب بقى كيسه واجيب الفراخ بتاعتي. انا النهارده عملت وراك، حابه تعملي فرخه كامله تقطعي الفرخه على 8 زي ما انت عايزه وبتحبيها. انا غسل الورق بتاعتي كويس جدا وهنشفها كويس جدا، مش عايزه فيها نسبه سوائل خالص. غسلها طبعا بمحلول الملح بتاعي، بملح وحبه بيكربونات الصوديوم والخل بتاعي ومعلقه من الدقيق، ودعكتهم جدا فيها وغسلتهم كويس ونشفتهم كمان. وهبتدي اجيب منديل كمان واجفف خالص، مش عايزه فيها ميه اطلاقا. نشفتها كويس جدا كده بمنديل مطبخ كده، ما خليتش فيها نسبه سوائل خالص. جبت بقى التوابل بتاعتي اللي انا مجهزاها في قلب البوله بتاعتي، وابتدي بقى ارش معايا كده. طبعا انا مش حاطه ملح، هتقدري تحطي الملح معاكي بقى في التسويه معاكي وانت بتسوي. والملح ده على حسب الحاجه بتاعتك، او حسب اللي يناسب اللي المناسب ليكي. ملح ده وذوقك طبعا. هبتدي ارش كده على كل جنب من الجناب كده من الفراخ بتاعتي التتبيله بتاعتي، وادعك الفراخ بتاعتي بالتتبيله كويس جدا. هبتدي رشه من الجهه دي ورشه من الجهه التانية لحد ما يخلي التتبيله كلها تخش في كل الفراخ بتاعتي. هبتدي بقى احط الملح بقى بتاعي دلوقتي. ملحي بقى الفراخ بتاعتك، انتوا عارفين ان الفراخ البيضه دي دلوقتي ما بتاخدش سوا خالص معايا. ولو حاسه ان الفراخ بتاعتك هتاخد سوا، يبقى حطي الملح في الاخر وانت بتسويها معايا. خلاص كده حطيت الملح، هنزل بقى بمعلقتين 3 من الزيت، وادعك الفراخ بتاعتي بقى كلها كده واشربها من قلب التتبيله بتاعتي. وطبعا قعدي بقى في التتبيله بتاعتك دي كده نص ساعه ساعه زي ما انت عايزه. بس انا قعدتها يا دوبك ربع ساعه او نص ساعه تقريبا، لا قعدتها معايا نص ساعه. وقعدتها كده في قلب التتبيله بتاعتي عشان نبتدي ناخدها. اولا ما بتاخدش وقت خالص، تقدري تشتغلي بيها كمان على طول، مش هتاخد منك وقت وهتبقى طلع طعمها حلو. لان انا هقول لكم السر دلوقتي، واقول لكم التسويه هتبقى عامله ازاي فيها، فهتبقى طعمها جميل جدا. زي ما انتم شايفين كده دلكت الفراخ بتاعتي كلها من فوق لتحت كده بقلب التتبيله. ومعلقه الزيت كمان سهلت معايا لان الفراخ بتاعتي كانت ناشفه خالص. جبت بقى معلقتين كده من الكاتشب كمان عشان تدينا لون التحمير الحلو قوي بقى بتاع الفراخ بتاعتي دي. معلقتين كاتشب، ما عندكيش كاتشب حطي معلقه صلصه زي ما انت عايزه، هتدي الفراخ لون حلو قوي مع التحميره بتاعتنا، وتديكي نفس لون الشوي كمان بالظبط. الفراخ بتاعتي اتبلت معايا كده، سيبيها حوالي ربع ساعه. انا بحاول اوريها لكم ازاي شايف لونها حلو ازاي، وتتبيله دخلت في كل حته فيها في قلب الفراخ بتاعتي. جبت بقى طاسه حاجه بقى تكون مش بتلزق معايا، وتكون معلقه من السمنه بتاعتي، نص معلقه صغيره كده، لان طبعا الوراك بتاعتي هتنزل دهون لان الجلد فيها بينزل نسبه دهون. حطيت الطاسه بتاعتي او الحله بتاعتي اي حاجه موجوده عندك،
واهم حاجه ما تكونش بتلزق معانا. بعد ما سخنت معايا كويس جدا هبتدي ادي صدمه للفراخ بتاعتي. شايفين لونها مع التتبيله لما قعدت لونها حلو بقى جميل ازاي؟ حتى قبل ما تستوي لون التتبيله ما شاء الله عليها حلوه قوي معانا. هبتدي ادي صدمه للفراخ بتاعتي من الاتجاه ده والاتجاه ده. عايزه نار عاليه معاكي، اهم حاجه تكون النار عاليه معانا. وابتدي اعملها انا هدي صدمه للثلاثه دول الاول بس عشان ابتدي اعرف اقلب فيهم، وبعد كده بكمل الباقي حسب الكميه الفراخ اللي معاكي. ممكن تقدري تعملي في طاستين او في حله كبيره زي ما انت عارفه. شايفين اول ما حطيتها خالص اخدت لون حلو ازاي معايا؟ لان النار كانت عاليه معايا، الطاسه كانت سخنه كويس جدا والنار عاليه معايا، فهتديكي ايه تشميعه كده او تحمير حلو قوي معايا. شايفين اتحمرت معايا ازاي مع التوابل؟ هبتدي اقلب على الاتجاه التاني واديها صدمه كويس جدا لحد ما اخلص كميتي كلها. بعد ما خدت الصدمه من الاتجاهات كلها كل الفراخ معايا بالمنظر ده كده، هبتدي اغطي عليها واحطها على نار ايه متوسطه او اقل من المتوسطه. وكل ربع ساعه تقلبيها من اتجاه شويه ومن الناحيه دي شويه، من الناحيه دي شويه ومن الناحيه دي شويه. افضلي قلبي معايا كل ربع ساعه. طبعا الفراخ ما خدتش معايا نص ساعه وكانت استوت معايا. شايفين جميله ازاي؟ ما حطيتش ولا ميه ولا حاجه خالص، هي نزلت السوائل بتاعتها وهتبتدي تشرب فيها وتديكي طعم حلو قوي معانا. شايفين لونها كمان جميل ازاي من الصدمه اللي انا اديتها لها؟ زي اللي متحمره بالظبط اكنها متحمره معاكي، وابتدت تخش في السوا معانا. والصوص اللي نزل منها ده بيبقى حلو قوي قوي مع الرز معايا. وانا كمان هستغل الصوص دوت واحط فيه بقى شويه خضار كده اللي موجوده عندك، بطاطس اي حاجه، هتدي طعم حلو قوي. بعد ما ابتدت تستوي معايا كده باخد من الصوص بتاعي واحط فوق منها، عشان طبعا هو منزل طبعا نازل باللون وبالتوابل بتاعتي فيديها لون حلو جدا معانا. الفراخ بتاعتي طبعا بتحسيها استوت معاكي خلاص معايا كده بالمنظر ده ولونها حلو قوي قوي معايا. حطي بقى معاها شويه رز مبهر، شويه رز ابيض زي ما انت عايزه، رز بالشعريه مع شويه مكرونه. بجد الفراخ كانت رائعه جدا وعجبتهم جدا جدا وما خدتش وقت. الناس بقى اللي مستعجله تعمل الوصفه دي. هبتدي اطلع الفراخ بتاعتي واحطها في الطبق التقديم، وهديها كمان ايه سنه في قلب الشوايه كده من فوق. وهديها كمان قطعه فحم، ولعت قطعه فحم معايا عشان اديها كمان ريحه الشوايه. عايزه اقول لكم ان هما كانوا بيحسبوها ان هي مشويه على الفحم. قالوا لي ما احنا ما حسيناش بصوت الدخان ليه كده يا ماما، والفحم ليه يا ماما؟ يعني في ريحه الدخان الفحم كانت طالعه، بس ما شافوش بقى دخينه الشوي كده، ولا الوقت كان وقت كبير ولا حاجه. نص ساعه بالظبط وكانت استوت معايا. جبت بقى في الصوص بتاعي بصلايه وحطيت كمان وبطاطستين، ولو عندك كوسه عايزه تحطي، عايزه جزر حطي اللي انت عايزاه. بس انا استكفيت بس ايه بالبصل والبطاطس معايا، وقلبتهم كده وسبتهم في الصوص يستووا، وزودتهم بنص كوبايه من الميه لحد ما البطاطس بتاعتي استوت. بعد ما خدت بقى ايه لون حلو كده في قلب الشوايه وحطيت فيها الفحمه كمان، بقيت جاهزه معايا الفراخ بتاعتي والتتبيله بتاعتي حطيتها في البرطمان لاي وقت بقى تجهزي معانا. الفراخ كانت حلوه جدا ما خدتش وقت وطعمها كان تحفه جدا. يا ريت تجربوا الوصفه بجد هتطلع هايله جدا وهتعجبك، وادعي لي بقى. ويا رب يكون وصفه النهارده عجبتكم ولا عجبتك. ما تنسيش بقى في اللايك والشير لاهلك واصحابك وحبيبك، وتعليق جميل بيساعدني. ومستنيه تطبيقاتكم ورايكم في الوصفه، واشوفكم في فيديوهات تانية واقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع امته. في رعايه الله وحفظه حبايبي، مع السلامه.